احنا كعراقيين غصبا على الأردن جبنا عموته، وغصبا على الأردن راح نكسب وراح نفوز وراح نفوز. لا يا أخي لا تصدق، طز بكرة القدم اللي تفرقني اليوم عن الأردن الأصل، واللي تفرقنا عن كل العرب. اليوم كرة القدم هي تجمع البلدان، واللي اليوم يلعب كرة القدم لازم يكون عنده أخلاق قبل كل شيء، وقبل اللعب انه يكون عنده أخلاق. ولكن للأسف أصحاب العقول الضعيفة والنفوس الضعيفة اللي صراحة أرادوا أنه يسيئوا بين البلدان، وأرادوا أنه الأردن يفترق عن العراق، والعراق يفترق عن الأردن، والعراق يفترق عن السعودي وعن مصر وعن كل العرب. ولكن كرة القدم هي تجمع ما تفرق. ولكن الناس اللي تحب تفرق بيننا كعربان، نقول لهم مستحيل مستحيل راح توصلوا للي تريدوه. دام اكو اشخاص صراحة نفسي ونفس اي شخص طيب يعرف شنو معنى العروبة الأصيلة. اليوم احنا لازم نكون واحد يا اخوان، لا تخلون اللي يحب يفرق ينجح. لا، اليوم كرة قدم ممكن ساعة نتابعها ساعتين وتخلص، ولكن خوتنا ومحبتنا لبعض تظل طول العمر. اليوم احنا رب العالمين خلقنا اسلام انه نعبده ونصلي له، وان نكون اخوة احنا كمسلمين، اخوة ندافع عن بعض. مو انه اليوم نفرق بعض ونحكي عن بعض، واليوم انا اذمك وانت تذمني. لا، رب العالمين ما خلقنا حتى نصير هيك، خلقنا حتى ننجمع وحتى نكون مسلمين. اليوم مو فقط انت مسلم بالجنسية مسلم، إذا كنت بالجنسية مسلم لازم أنه أنت تحمل صفات المسلم، أن يكون عندك أخلاق وطيب، وتحب الخير للناس نفس ما تحب لنفسك. تحب الخير للناس نفس ما تحب لنفسك. فأنا أحب أوجه رسالة إلى كل أردني أصيل، ورسالتي إلى كل عراقي أصيل، كوني راح أمثل الأردن وأمثل العراق، كوني أنا عايش مدة طويلة في الأردن. والله العظيم الأردن الأصل، أرجع وأكرر، الأردن الأصل 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 ما في زيه، بلهجتهم ما في أحسن منه والله العظيم. والعراق الأصل كذلك ماكو أحسن من عنده، نحب بعض. فأسأل الله العظيم أنه يحفظنا البعض، وأنه ما يفرقنا، ويديم الأمن والأمان على كل الدول العربية ومنها الأردن والعراق إن شاء الله. ونشوفكم دائما أطيب الناس إن شاء الله. ونتمنى هذا التعصب وهذا التشدد اللي دا يصير بكرة القدم ما يفرقني أنا وياك. مجرد حماس موجود وروح المنافسة موجودة، ولكن إذا كان هذا الحماس والمنافسة أن يفرقني عنك ويخليك تحكي عني وأنا أحكي عنك، لا والله طز بكرة القدم. اليوم خوتك هي أكبر مكسب، هي خوت الأردني إلي وخوت العراقي للأردني، هذا أكبر مكسب في الدنيا. نتمنى ما نخلي أحد يفرقنا عن بعض، وإحنا واحد إن شاء الله نبقى طول العمر. والله يحفظكم، ومن العراق لكم كل الحب والاحترام. وأتمنى هاي الكومنتات اللي راح تكون بهذا الفيديو، كل كلمة تطلع من قلب الأردني يتركها بالكومنت ويبعث رسالة لأخوه العراقي، وكذلك العراقي يبعث من قلبه رسالة لأخوه الأردني. الله يحفظكم ويشوفكم على خير.